انت مش عارف تحب نفسك عشان انت ما اتحبتش وانت صغير. ده مش ساينس ولا هو تحليل نفسي، ومعرفش اسمه ايه، لكنه شيء اختزالي جدا. اولا انا قادر اقول ان شبه مستحيل يبقى في مشكلة ليها سبب واحد بس. احنا لما نبص على مشكلة بيبقى في عوامل كتير قوي بتأثر على المشكلة دي. طبعا في عامل بيبقى اكبر من عامل تاني في تأثيره، ولكن في تقريبا 99% من الأوقات المشكلة بيبقى ليها عوامل مختلفة. بس قبل ما أفكك العوامل المهم أفهم المشكلة نفسها، وأفهم هي ليه دي أصلا مشكلة. أنا مش قادر أحب نفسي، ده معناه إيه؟ يعني ده معناه إن أنا حاسس بمشاعر غضب تجاه نفسي، ولا إن أنا عندي أفكار عن نفسي مشوهة والأفكار دي مش بتتماشى مع الصورة اللي أنا راسمها عن نفسي، ولا البيهيفير أو السلوك اللي أنا بعمله بيأذيني. وبعد ما نفهم مش قادر أحب نفسي ده معناه إيه، مهم افهم هي ليه دي اصلا مشكله. هل عشان الكوليكشن ده بيخليني اعمل حاجات انا مش عايز اعملها، زي مثلا انا بقول ان انا people pleaser او ان انا بحاول ارضي الناس اللي حواليا، فده معناه ان انا مش قادر احب نفسي. في بعض الاحيان ده بيبقى غلط، او مش عايز اقول صح وغلط، بس في بعض الاحيان مش بيبقى دي الكيس. في بعض الاحيان احنا بنبقى people pleaser عشان انا مثلا مش عارف انظم مشاعري. لما حد يطلب مني حاجه معينه انا بحس ان انا محرج، والمشاعر دي مش قادر اكونتينت، مش قادر احتويها، فبتطلع في صوره ريفلكس ان انا بقول حاضر هعمل الحاجه اللي انت عايزها، اكيد هعمل ده. كأن ده طلع بسرعه، طلع في صوره ريفلكس عشان انا مش عارف اقعد مع المشاعر دي، مشاعر مربكه، ولا عشان انا بفكر بشكل شويه كاتاستروفيك، فدماغي بتوديني ان لما انا اقول لا للشخص اللي قدامي ده معناه ان علاقتنا هتتاثر او احنا هنخسر بعض، او ببساطه عشان انا ما عنديش تصور عن شكل البيهيفير او السلوك اللي انا ممكن اعمله اللي يخليني احط حدود، او ان انا اقول لا بس ستيل يفضل بشكل فريندلي ويخلي بيني وبين الشخص ده في محبه ستيل مكمله. فلما نبدا نفكك المشكله بتلاقي ان في اسبيكتس او جوانب تانية كتير غير الجانب الاختزالي بتاع ان انت مش قادر تحب نفسك. فمهم ابقى فاهم وانا بسأل السؤال عن الروت كوز او عن سبب المشكلة ان الاجابة عنه مهم تبقى اجابة تفكيكية فيها خطوات توديني للحل، خطوات انا قادر اشوفها وقادر اتعامل معاها في الوقت الحالي مش في الماضي. المشكلة هي حاصلة في الحاضر مش حاصلة في الماضي. الماضي ممكن يساعد الشخص اللي بيحلل بشكل نفسي انه يفهم بعد او يفهم عامل من العوامل اللي بتؤدي لده، ولكن بس لغرض الفهم. بالنسبة للجزء المرتبط بازاي المشكلة النفسية بيبقى ليها عوامل كتير مختلفة مش سبب واحد، ده هبقى اتكلم عنه في فيديو تاني لوحده.